الأضحية للأحياء وليست للأموات. وللأسف الشديد يوجد عند كثير من الناس اعتقاد معكوس ومنكوس، يقولون الأضحية للأموات، الأصل أن الأضحية للأموات، وهذا اعتقاد مخالف لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأضحية يا أخواني للأحياء، ويجوز للإنسان أن يشرك في ثوابها وأجرها الأموات. لاحظتي؟ فقضية أن يقولوا لكم والله الميت لازم بقرة، من وين جابوا الكلام هذا؟ من وين جابوه يعني؟ هل عندهم آية قرآنية؟ هل عندهم حديث نبوي؟ هل عندهم أثر صحابي؟ ما فيه. وهؤلاء يعني يقولون على الله قولا عظيما ويأتون بكلام من عند رؤوسهم، ما يجوز الإنسان يستمع إليهم. ومهم جدا، وتشكرين يا أم سعيد لما سألتي حتى تنبهون اللي حولكم وحواليكم، تنبهونهم إنه ما يلتفتون لمثل هذا الكلام اللي ما له رصيد من دين الله أبدا. فلذلك الأضحية يا أختي الفاضل للأحياء، ويجوز الواحد يشرك أموات. يعني أنت إذا جيت تضحين تقول بسم الله الله أكبر، اللهم عني وعن زوجي وعن عيالي واللهم وعن وأخوي، تذكرين أخوك، ما فيش تشركين معك، ما فيش. يجوز لك أنت وللوالدة يخصصون أضحية مثلا للميت بعد ما يذبحون عن الحي. ليش؟ لأن الأصل أن الأضحية للأحياء.